قرية الوقف الكردية من عشيرة إلباقلي الكردية، وعائلة عربية من عشيرة البطوش. قدموا أثناء توزيع الأراضي الإقطاع على الفلاحين. عدد سكان القرية 2150 نسمة، ومساحة القرية 1400 هكتار تقريبا. تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 42 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 28 كيلومتر، وعن ناحية الراعي جنوبا 3 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية العار الشرقي، ومن جهة الشرق قرية إسريا، ومن جهة الجنوب مزرعة البرج وقرية كعيبة، ومن جهة الشمال ناحية الراعي. تشتهر القرية بالزراعة مثل القمح والشعير والعدس والكمون وخضروات الصيفية والبطاطا والبصل. يوجد في القرية ورشات خياطة ومصنع صناعة الأحذية، كونهم كانوا يعملون في حلب قبل الأزمة، والآن فتحوا ورشات في قريتهم. ويوجد محلات حدادة، صناعة الأبواب وآلات زراعية، كون القرية تقع على طريق العام بين الباب والراعي. يوجد محطة وقود ومحلات لمواد البناء، ويوجد في القرية محلات مواد غذائية. وأيضا تشتهر القرية بتربية المواشي مثل الغنم والماعز وتربية الدجاج البلدي. ويوجد في القرية مساحات صغيرة من كروم الزيتون والتين والعنب. أهالي القرية يتكلمون اللغة التركية بسبب قربها للحدود التركية، وممارسات فرض اللغة أثناء احتلال العثماني. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، وشكر وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.